اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصفتنا النهارده سهلة وسريعة، وصفة شتوية، حاجة كده خطيرة. هنعمل النهارده بإذن الله بليلة بالطشة. جربتيها قبل كده؟ تعالي بقى نجربها مع بعض، هتدمنيها. اللي بيحبها واللي مش بيحبها هيدمنها. مبدئيا كده انا جبت كده حبوب الغله، غله عاديه خالص او البليله بتاعتنا. بدات ان انا اغسلها ونقعتها من بالليل للصبح، نقعيها لغايه ما تيجي تستخدميها. جبت كده حله فيها ميه وبدات انزل بالغله بتاعتي، طبعا مغسوله ومشطوفه وكويسه جدا ونظيفه. وهحطها على النار، عايزاها تغلي لمده من 10 دقائق لربع ساعه بس، فقط لا غير. زي ما انتم شايفين الميه انا حطاها كتيره شويه عن عن البليله. تمام. 10 دقايق ربع ساعه، مش اكتر من كده. وبعدين هطفي النار وهسيبها في مكان لغايه ما تبرد خالص. طبعا لما تبرد هتشرب معايا كل الميه، شايفين الميه اتشربتها كلها. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هجيب كده معايا اي كسرولة او اي حاجة، هحط فيها لتر من الحليب او نص لتر او نص كيلو يعني، على حسب الكمية اللي انت بتستخدميها. معايا كمان 4 معالق من النشا، 4 معالق كبار نشا. والنشا الحقيقة انا بحب ان انا انخله اي حاجة من بره. 4 معالق من النشا، كمان هنزل عليهم بكوباية من السكر، كوباية سكر حبيبات عادي خالص. السكر هنا يا جماعة نسبي، تقدري تزودي او تنقصي زي ما انت عايزة. لو لسه مكمله معايا لغايه هنا، ما تنسيش تحطي لايك وشير للفيديو يا جماعه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه عشان تقدروا تستفيدوا باذن الله. ما تنسيش بقى تحطي لايك تشجيع ليا كده، عشان نقدر ان احنا نكمل واقدر اقدم لكم كل وصفاتي. هروح بقى كده بالحليب على النار لغايه ما القوام بتاعه يغلي بس. وهنا جبت معلقتين من السمنه البلدي. حد هيقول لي انا ما عنديش سمنه بلدي او السمنه البلدي غاليه النهارده. هقول لكم على حاجه، كلنا بنستخدم الحليب. خدي وش الحليب، وش اللبن، وابدأي سيحيه في طاسه على النار، الناتج بتاعه هو ده السمنه البلدي. يعني دي حاجه متوفره في كل بيت. تمام. هجيب كده بقى معايا كوبايه من الشعريه. لو عندك شعريه من الرفيعه دي هتبقى حلوه، ما عندكيش استخدمي زي كده، هو شعريه عاديه خالص. حمرتها لغايه ما اخدت معايا اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. لازم طبعا تكون سخنه. وادي الحليب بالنشا، طبعا القوام بتاعه سايب، هي مش مهلبيه، هو قوام سايب. تمام. طيب تعالوا كده نشوف احنا حاجتنا اللي احنا جهزناها. ادي البليله اللي هي الغله اللي شربت ميتها، وادي الحليب بالنشا، وادي الشعريه اللي هي الطشه بتاعتنا. تمام كده. ما تنسيش بقى تحطي لايك. هاخد كده الحليب بتاعي وانزل بيه على البليله واقلب. تمام كده. وادي البليله بتاعتي جهزت لغايه كده، ممكن تتاكل وهتبقى طعمها تحفه. طيب انا هكمل عليها. جبت كده الكاسات بتاعتي او البولات او الاطباق بتاعت الرز بلبن، اي حاجه عندك يعني. انا هنا استخدمت الكاسات الجميله دهيت، شكلها لطيف يعني. وهنزل كده بالبليله بتاعتي، وتعالوا بقى اسمعوا الصوت اللي جاي كده معايا. كتيره. سمعتوا الصوت؟ حاجه كده في منتهى الجمال. تخيلي بقى طعم البليله، الحليب مع السمنه البلدي، مع طبعا السمنه البلدي مغذيه ومفيده جدا جدا ومش مضره ابدا. تعالوا بقى كده نقلب. بصوا بقى، عايزه اقول لكم هتاكلوا هنا ميكس حاجه خطيره. طبعا هنا الشعريه لو سبتيها لمده مثلا 5 او 10 دقائق هتبتدي تتشرب من السوائل اللي موجوده في البليله وهتبتدي تطرى. اما لو اكلتيها كده على طول يا دوبك تقلبيها وتاكليها، هتحسي بقرمشه كده حاجه. بصوا وانتي بتاكلي كده ما بين طبعا البليله مستويه وطريه، ما